اسمه النادي الاهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي جماهير النادي الأهلي، أعظم جمهور لأعظم نادي في الكون، تحياتي لحضراتكم. أستأذن حضرتك لو حسيت أثناء متابعتك للفيديو إن أنا هنا عشان أتحامل على الأهلي أو أتحامل على الإدارة، ما تكملش الفيديو. ولو حسيت إن أنا هنا عشان أطبل لحد على حساب الكيان، برضه ما تكملش الفيديو. لكن لو حسيت بقلبك وودانك وعقلك ان انا اهلاوي زي حضرتك، وغرضي في النهايه هو المصلحه العامه بعيدا عن اي اعتبارات، فيسعدني ان حضرتك تكمل معايا الفيديو للنهايه، واوعد حضرتك انك مش هتندم. في اسطوره اسمه النادي الاهلي. لو واجهت صدمه او واجهت موقف مؤلم، احزن، من حقك تحزن. الحزن احساس نبيل نابع عن انسان حساس وصادق. محدش له حق ان هو يصادر مشاعرك. لو شفت شيء غلط اغضب، من حقك. الغضب طاقة ايجابية لانها نتاج فعل خاطئ ورد فعل لشيء غلط انت شفته. المهم لما نغضب، غضبنا يبقى في الاتجاه الصحيح ويظل الى النهاية طاقة ايجابية، بمعنى ان انا هشاور على اماكن الخطأ واماكن الخلل ومواطن الضعف وهقترح العلاج. لحد كده هينتهي دوري وهترك الامر للمسؤول انه يعالج. لكن احذر ان الغضب يتحول لنار تحرقك وتحرق اللي انت بتحبه. في اسطوره اسمه النادي الاهلي. احنا يوم ماتش الاهلي وباتشوكا والاخر مره هتكلم فيه، كنا في حاله حزن شديد جدا بسبب ضياع حلم وفرصه مش ضامنين هتتكرر تاني امتى. كنا في حاله غضب لان كولر اخطا في اداره المباراه وضيع علينا فرصه تحقيق مجد فريد. كلنا زعلنا وكنا غاضبين من الاداره بسبب تدعيمات كان لازم تكون موجوده في مباراه زي دي. لحد كده مشاعر الحزن دي بتاعتي وبتاعتك، احنا احرار فيها ولا بد انها تحترم، ومحدش يقدر يحجر على مشاعرنا. انا حزين، انا حر، ان شاء الله افضل حزين لاخر السنه. لكن الغضب له سقف، لان اتفقنا ان الغضب لا يجب ان هو يستمر. خلاص، الغضب ايجابي لحد ما تشاور على مواطن الخلل ونقاط الضعف وتسلم الملف ده للإدارة. وده اللي حصل، سلمنا الملف للإدارة، وعندنا معلومات إن الإدارة في سبيلها لتحقيق صفقات قوية جدا في يناير القادم. ده المطلوب. لكن للأسف الشديد البعض استغل هذا الغضب، وهم قلة قليلة جدا، وخرجوا عن النص. منهم اللي تجاوز في حق الكابتن الخطيب. كابتن الخطيب يا جماعة أسطورة وأيقونة ورمز، شاء من شاء وأبى من أبى. كابتن الخطيب في فترة ولايته في ال7 سنوات اللي فاتوا محقق أفضل إنجازات في تاريخ الأهلي بالأرقام، مش تطبيل. ما ينفعش نتجاوز بحق رمز زي الكابتن الخطيب. كمان في صفحات مش أهلوية، الأدمنز فيها مش أهلوية، لكن للأسف الشديد الصبغة كلها أهلوية. قلة بتنجرف وراهم لأنهم مش واخدين بالهم. في بقى البهوات اللي بيطلعوا على التلفزيون، ومنهم المتلون لما جات له دعوة لأنه يروح يشاهد مباراة الأهلي وباتشوكا في قطر، عرق الوطنية نط وكتب على صفحته أنا رايح أشجع الأهلي. وبمجرد ما الأهلي خسر خرج بفيديو قبل ما يوصل مصر وقال 3 كلمات، يا سبحان الله، وكررها 3 مرات. البيه بيشاور
على موقف شيكابالا في مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك، وموقف كهربا وهو بيضيع ضربة الجزاء امام باتشوكا. البيه لو بيفكر هيعرف ان جماهير الاهلي لما هللت او حفلت على شيكابالا كان الاهلي هو المنافس، فجماهير المنافس هي اللي بتهلل ضدك. لكن حضرتك لما تشمت فانت بتشمت في الاهلي لصالح فريق من بلد تانية. الاخ التاني عارف ان الشناوي لما قال همشي كان الشناوي بيرد على طبيب الفريق لما قال له شناوي خد اللعيبه وامشي. اظن محمد الشناوي قال الكلام ده مع الزميل ابراهيم فايق في قناه MBC. الفيديو كما وصلني ان الفيديو مقطوع يعني. انا بلم لعيبتي عشان ما يحصلش تجاوز بين الجمهور او حد يتكلم مع الجمهور والكلام ده كله. اللعيبه كلها بتسمع الكلام وبتخش على عوده اللبس والكلام ده كله. عندي دكتور احمد جاب الله بيقول لي امشي امشي. انا بقول له انا ماشي. جه واحد جمهور جه قال لفظ يعني ما اقدرش اقوله على التلفزيون طبعا، لفظ يعني مش حلو خالص. قال لي ما تمشي وغور والكلام ده كله. دي بقى حته الفيديو اللي جت على طول في التلفزيون يا ابراهيم. ايوه تمام. انا همشي ده اللي حصل. افتكر ان انا بقول للجمهور ان انا همشي والكلام ده كله. انا عمري ما اعمل يعني. انت بتقول همشي داخل الاوضه، انت بتقول همشي داخل الاوضه عطفا على الجمله اللي انت كنت لسه بتتكلم مع الدكتور جاب الله. همشي داخل الاوضه. بالظبط كده. هو افتكر ان انا بقول ان انا همشي من النادي، ان انا بهدد الجمهور يعني. واحد بقى راح واخد اللقطه دي على طريقه ولا تقربوا الصلاه، وقال لك الشناوي بيقول انا همشي من الاهلي وبيهدد. وللاسف اهلاويه كتير انجرفوا وراه وسبوا وشتموا ولعنوا، من ضمنهم دكتوره صيدلانيه دخلت على صفحتها لقيتها ماسكه الشناوي بتشنه، فقلت لها فين الكلام ده سمعتيه؟ قالت لي مش مهم فين، المهم ان انا سمعته، وعملت لي بلوك. ادي النوعيه. كهربا لما ضيع ضربه الجزاء وضيع قبلها الفرصه اللي في اخر الشوط الاول من الوقت الاضافي، جماهير البيض قعدوا يرددوا الهتاف اياه اللي كهربا بسببه تم ايقافه. البيض مهما تقول عليهم ان هم بيسعدوا لعثرة للاهلي اكتر من فرحتهم لفوز للزمالك، ما بيصدقوش، بيضحكوا على نفسهم لكن ما يقدروش يضحكوا علينا. والمثل بيقول نهيتك ما انتهيت والطبع فيك غالب، وديل اللي بالي بالك عمره ما ينعدل ولو علقوا فيه قالب. في أسطورة اسمه النادي الأهلي. بعد ساعات عندنا مواجهة مهمة جدا مع شباب بلوزداد. بلوزداد الجزائري فريق مش ضعيف. بلوزداد الجزائري فاز على استاد أبيجان على أرضه. بلوزداد واجهنا السنة اللي فاتت وتعادلنا معاه ذهابا وإيابا 0-0. ينفع فئة من جماهير الأهلي تخرج وتقول مقاطعة مباريات الأهلي؟ أنت تصدق إن ده أهلاوي؟ ابنك لما يتعثر تبيعه؟ ولا بعد ما وضحت له غلطه تقف جنبه وتسانده وتدعمه؟ مؤكد إن دول مش أهلاوية، حتى لو كانوا في الظاهر أهلاوية. مؤكد إن دي ناس مدسوسة على الأهلي وعلى جماهير الأهلي. يعني إيه نقاطع مباريات الأهلي؟ أنا شخصيا مش هقاطع، أنا حزين وغضبت، لكن مش هعمل زي الدبة اللي قتلت صاحبها. مش ههد المعبد على الروس اللي فيه. لازم نكون واعيين أكتر من كده. أعزائي الأهلاوية، أنا متفائل بالفترة اللي جاية، لأن الذاكرة عندي بتقول إن السقطة اللي كانت حصلت أمام صن داونز بعدها الأهلي ظهر في أحراش أفريقيا ونيم أفريقيا كلها.
على مدار 5 سنين بيوصل لنهائي افريقيا 5 مرات، بياخد البطولة في 4 وبتروح منه بفعل فاعل مرة. ان شاء الله القادم على الاهلي افضل، وانتظروا البطل لما بيتعثر عثرة القومة بتاعته بتبقى اقوى. احنا تعودنا من الاهلي على كده. ان شاء الله انا متفائل، ودايما نلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسطورة اسمه النادي الأهلي.